إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي معبر وطريق إلى الدار الآخرة، جعلها الله سبحانه وتعالى دار امتحان يمتحن فيها عباده بما مكنهم فيها، ثم بعد ذلك يعودون إليه فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها الجزاء الأوفى، وهو سريع الحساب. وإن نهاية عمر الإنسان في هذه الدار ليست فناء، وإنما هو الموت، الذي هو انتقال من دار إلى دار وتحول من حال إلى حال. قال الله فيه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. موعد حتمي لا يمكن أن يتخلف عنه أحد شاء أو كره. قال الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إليه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: أفإن مت فهم الخالدون. عقيدة يؤمن بها اليهودي والنصراني والمسلم والكافر والملحد وعبدة الأوثان، كلهم يؤمنون بالموت ويعلمون أنه حق. هي العقيدة الوحيدة التي يتفق عليها سكان الأرض جميعا، لا يخالف فيها إلا من كان مجنونا أو أبله. هذا الموت الحتمي هو موعد محدد معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه ستره عنا لطفا بنا سبحانه وتعالى. لو علم أي أحد منا فقيل له: إنك تموت في الدقيقة الفلانية، في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني، من الأسبوع الفلاني، من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية، لضاقت به الأرض بما رحبت، ولم يستطع أن ينتج شيئا ولا أن يعمل عملا. ولكن الله ستر هذا الموعد وهذا الأجل بالأمل، فللإنسان أمل يؤمله حتى لو كان في آخر لحظات حياته يؤمل أن يبرأ من مرضه وأن يعيش بعد سقمه، وأن يعيش في مثل هذا العام إلى عام قابل. يبقى هذا الأمل مغطيا للأجل إلى أن تنقطع الآمال كلها بالآجال. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. لا الموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إن الموت الذي هو حتم لا بد منه، لا بد أن يكون ذكرى وموعظة، وهو سيد الواعظين وعبرة للمعتبرين. ينطلق فيه الإنسان إلى دار لا عهد له بها، ولا خبرة ولا علم، لم يأته منها صور ولا اتصالات ولا أشرطة، ولم ينشر عنها أي صورة في الفيسبوك، ولم يتحدث عنها أي أحد من المدونين ولا من الصحفيين.
دار غريبة على الإنسان يحلها لأول مرة، لم يكن على علم بلغة أهلها ولا بطريقة حياتهم ولا بمعاشهم. هي حياة حقيقية ليست كحياتنا فوق الأرض، وإنما هي حياة من نوع آخر. وقد قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنما نحن فيه من أمور هذه الحياة الدنيا إنما هو مجرد غطاء، فإذا كشف بانت الحقيقة. فلذلك كل ما يعيش فيه الإنسان وكل ما يخطط له وكل ما يفكر فيه هو مجرد غطاء خفيف ينزعه الله إذا شاء، وذلك عند سكرة الموت، فيكشف هذا الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى الإنسان ما لم يكن يخطر له على بال وما لم يكن يتصوره بحال، وينزل أول منازل الآخرة. أول محطة من محطات الآخرة هي هذه القبور التي ترونها، والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. يبيت فيه الإنسان ليلته الأولى بين الأموات الذين قد ارتحلوا من زمان وانقطعت أخبارهم ولم يعد لهم اتصال بهذه الحياة، فيجد نفسه بين تلك الرمم والأجداث وبين من فيها على تفاوت عظيم بين أحوالهم. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلاد، كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سواد. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. ينتقل الناس إلى ما قدموا أمامهم، فمن مستقل ومن مستكثر. من قدم زاده ومزاده وراحته وجد ذلك أمامه. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن بخل على نفسه وظلمها فإنه سيجد ما لم يكن يخطر له على بال وما لم يكن يتصوره بحال. ينتقل الناس جميعا من هذه الدار، منهم من ينتقل في ضجيج ومنهم من ينتقل في صمت، ومنهم من يشعر الناس بانتقاله ومنهم من لا يشعر الناس بانتقاله، وذلك بحسب أثرهم في هذه الحياة وما تركوا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فكل هذه الآثار يكتبها الله سبحانه وتعالى وتبقى شاهدة لأصحابها أو عليهم. فلذلك هم منتقلون جميعا، سائرون على هذا المهيع الذي نسير عليه جميعا، ونحن جميعا على آثارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما منا أحد إلا وقد كتب أجله وأحضر كفنه. وكثير من الأحياء الآن الذين يذهبون ويأتون قد اشتريت أكفانهم واستجلبت وهي موضوعة على الرفوف في الأسواق وهم لا يستشعرون ذلك. كثير من الأحياء الذين لا يشكون أي ألم ولا أي مرض قد حددت في هذه السنة ساعة وفاتهم، وكتبت في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والذي يترك الأثر الطيب في هذه الحياة ويعمل لآخرته ويقدم لنفسه لا شك أنه رابح. فلا فائدة من البقاء في هذه الحياة إلا ما يرجح الإنسان به كفة حسناته عند العرض على الله ووزن العمل بين يديه، والوزن يومئذ الحق.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، عائذا بالله من ذلك الخسران العظيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يخرج من هذه الدار من كان محبوبا ومن كان مبغوضا ومن كان يحبه قوم ويبغضه آخرون وهم جمهور سكان الأرض. إذا مت كان الناس قسمان، شامت وآخر مذن بالذي كنت أصنع. فيجد الإنسان الأثر هو الذي يحكم بين المتخاصمين في كل إنسان وفي تقويم حياته وسلوكه. فالأثر الذي يبقى هو القاضي الذي حكمه فيصل في هذا الأمر. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن العهد الذي بيننا هو الجنائز، أي إن الناس إنما يتمايزون بعد موتهم، فما كان الناس يختلفون فيه من المواقف في الحياة الدنيا تتحكم فيه السياسة والدعاية والتلفيق والكذب. أما بعد الموت فإن الأثر يظهر ويبقى، وحينئذ يأتي الحكم الفاصل الذي لا ريب فيه ولا إشكال، فتظهر الكفة الصالحة ويظهر العمل الصالح، ويذهب ما كان من الدعاوي المبطلة وما كان من التلفيقات. إن الذين سبقونا إلى الدار الآخرة لو عاشوا في هذه الدار آلاف السنين لعادوا إلى الهرم والشيبة والضعف ووصلوا إلى ما وصف الله بكتابه. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فمن بقي في هذه الدار فليس بقاؤه مستمرا، وإنما سيصل إلى هذا الضعف والشيبة وإلى أرذل العمر، بحيث لا ينفع نفسه شيئا في أمور دنياه ولا يستطيع التصرف في أي أمر من أموره، وهو محتاج حينئذ غاية الاحتياج إلى غيره. أما من أكرمه الله فمات في قوته ولم يبلغ أرذل العمر ووفقه الله لاستغلال ما عمره في طاعته وأن يقدم لنفسه خيرا، فهو الفائز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله عن 63 سنة في كمال قوته وجماله ونشاطه، وأيده ليس في رأسه ولا وجهه 20 شعرة بيضاء، في تمام صورته على أحسن خلقة بشرية. ولو أنه تأخر عمره وطال به العمر لكانت السنة الماضية هي أن يشيب الإنسان وأن يضعف، ولكن الله اختار له أن يبقى على أحسن صورة وأكمل وجه وأكمل تصرف وأكمل عقل وأكمل بدن وأكمل قوة، فقبضه الله على ذلك الوقت، وهذا اختيار الله جل جلاله. فإنه لا بد أن يموت، وقد كتب الله الموت حتما على كل أحد. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا الموت يكرهه الناس نعم، لكن لا بد للإنسان منه، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
لا بد له منه، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو مملوكا، لا بد له منه. هذا هو الموت الذي حكم الله به على العباد شهيد جميعا، قهر العباد بالموت. إن انتقال الإنسان وقد قدم لنفسه ما يريد أن يقدمه، وقد عمل ما يريد أن يعمل، وقال ما يريد أن يقول، هو فرصة إذا كان في قوته ونشاطه. لقد انتابتني بعض الأفكار وأنا أدفن أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن المختار السالم رحمة الله عليهم أجمعين البارحة، ففكرت أنه لو عاش ما عاش فالمصير هو هذه الحفرة وهذا الانتقال، وأنه ماذا يريد في هذه الحياة؟ ما يريده قد فعله، وما يريد أن يقوله قد قاله. وليس أهل العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى كأهل الدنيا المنغمسين فيها، الذين يتمثلون قول قيس بن الخطيم: متى يأتي هذا الموت لم تبق حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. لكنهم يتمثلون هذا بمعنى آخر، فيقول الذي يموت منهم وهو ثابت على طريق الاستقامة والحق: الحمد لله الذي لم يفتني، الحمد لله الذي لم يردني على عقبي، الحمد لله الذي أراني الحق حقا وثبتني عليه، الحمد لله الذي ألهمني أن أقول الحق وأن لا أخاف في الله لومة لائم، الحمد لله الذي لم يجعل علي ضغوطا للمخلوقين، الحمد لله الذي لم يملأ قلبي خوفا من المخلوقين ولا طمعا فيهم، الحمم لله الذي لم يجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، الحمد لله الذي حررني من الأطماع والأفكار الهدامة، الحمد لله الذي جعلني عبدا له سبحانه وتعالى. هكذا يقول من عرف الله سبحانه وتعالى إذا أماته الله على طريق الاستقامة، لا يتمنى أن يفعل إلا ما فعل، ولا يتمنى أن يقول إلا ما قال، فقد قال ما يريد أن يقول. لكن جاءتني فكرة، وهي أن العارف بالله العالم بشرعه وهو ينتقل إلى الله، وإذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، في هذه الظروف تبقى له حاجة واحدة هي التي يتمنى قبل الموت أن يشهدها، وهي هزيمة الصهاينة وتحرير القبلة الأولى ونصرة هذا الدين ونصرة المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين. نعم، هذه حاجة مرغوبة، كل إنسان منا لا يحب أن يموت قبل أن يراها، ولكن من قال الحق وفعله لا يتمنى شيئا آخر، فكل مواقفه وكل أموره كانت ناصعة بينة، وقد قال ما يريد أن يقول وفعل ما يريد أن يفعل، وأدى التكاليف التي كلف بها، وترك الأثر الذي يشهد له والذي يمضي. فالعمل الصالح قسمان: قسم منه متعب يتعب فيه الإنسان وينصب كقيام الليل وصوم الهواجر والجهاد والتعب في معاناة العبادات في هذه الدار، والقسم الثاني ليس فيه جهد ولا نصب ولا تعب، وهو ما يبقى بعد الإنسان من أعماله الصالحة. فإن الذي ينشر علما بين الناس ويبقى علمه بعده لن يتكلف نشر هذا العلم بعد موته، ولكن يبقى له الأثر وتبقى له الحسنات مضاعفة. والذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فله أجر من استجاب لهذه الدعوة ومن انتفع بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا دون أن يصل إليه أي عناء ولا تعب ولا مسؤولية في هذه الدعوة. وهكذا في كل الأمور التي تبقى وراء الإنسان من عمله الصالح، ذهب نصبها وتعبها وبقي أجرها وثوابها، فهي اختيار الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده المؤمنين الصالحين أن اختار لهم هذه الأعمال الباقية الدائمة. عندما انتابتني هذه الفكرة وتذكرت أن الشيخ رحمة الله عليه كان في كل لحظاته يتمنى أن يسمع خبرا مبشرا، وهو
أن القبلة الأولى قد تحررت، وأن المعتدين قد كسروا وهزموا، وأن نار الحرب قد أطفئت عن الضعفة المظلومين. يتمنى لو سمع هذا الخبر على أي لسان وفي أي وسيلة إعلام، ونحن جميعا نتمنى ذلك. لكن وجدت الجواب في قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هذه سنة ماضية خاطب الله بها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع من كتابه. وفي هذه الآية التي ذكرنا من سورة الزخرف يقول: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. لا بد أن ينتقم الله من أعدائه طال الزمان أو قصر، والله هو الذي يختار الوقت المناسب لذلك وهو الذي يعلمه. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فالله سبحانه وتعالى لا تتجدد له صفة، فهو القادر على خلقه أجمعين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فعلمت أننا منتقلون عن هذه الدار، وأن هذا الأمل الوحيد الذي بقي لنا فيها يمكن أن نبشر به في قبورنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقال: ويستبشرون، هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، وجملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. معناه أنهم يستبشرون دائما بكل فتح وبكل نصر وبكل ما يقدمه المسلمون لدينهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شهداء أحد الذين قتلوا في العام 3 من الهجرة، منهم من بقر بطنه وأخرج كبده، ومنهم من قطع أنفه وأذناه وجدع في سبيل الله، قدموا إلى ما قدموا، وبقي وراءهم إخوانهم الذين فتحوا كنوز كسرى وقيصر وأنفقوها في سبيل الله، لكنهم لحقوا بهم. فنحن الآن نعلم أن الذين قتلوا يوم أحد كحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان وعمر بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم قد ما قتلوا في ذلك اليوم ولم يموتوا، ولا يحل وصفهم بالموت، لأن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونعلم أن الذين عاشوا بعدهم حتى فتحت عليهم هذه الكنوز ومشارق الأرض ومغاربها كعمر وعثمان وعلي وسعد وخالد وغيرهم أيضا قد انتقلوا إلى هذا المقر الذي انتقل إليه إخوانهم من قبلهم، وأن نصيب أولئك الذين استشهدوا في العام 3 من الهجرة إنما كان يصل إليهم في قبورهم بهذه البشارات الصادقة والتقارير البينة أن الفتوح قد حصلت، وأن ما يوعدون قد أتى، وأنه قد تحقق لهم ذلك الذي يطلبون، وأن أهدافهم في هذه الدعوة وهذا الدين قد تحققت، وهذا نصيبهم من الفتح، وهو أوفر نصيب، لأنهم قد انتهت عنهم التبعات وبقيت لهم البشارات. انتهى تكليفهم في هذه الحياة، وبقي نصيبهم من الفرح والسرور بهذه الفتوحات وتحقيق هذه الأهداف بارزا حاصلا لديهم. كذلك تذكرت قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذه الحياة الدنيا لم يبق فيها ما نحرص على صحبته. مات الأحبة وذهب كثير من الذين كان يستحيا منهم في هذه الحياة، وممن كان الإنسان يهابهم في بعض الأمر، وكانوا في نظره على مقام رفيع. كثير منهم كانوا ملء السمع والبصر بالأمس، وها هم اليوم قد انتقلوا عن هذه الدار، ونحن سائرون على آثارهم، فلم يبق لنا
شيء نؤمله في هذه الحياة، فلذلك قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: فإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين حسن الخاتمة وجميل العاقبة، وأن يبارك لنا في حياتنا وفي مماتنا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أنه يعقل الإنسان عن المهالك ويختار به ما هو أولى به وأفضل له. وإنكم تعقلون جميعا مصيركم وترونه نصب أعينكم، فبادروا رحمكم الله لأن تقدموا لأنفسكم خيرا، وأن تقدموا ما يكون أنسا لكم في قبوركم، وما يكون تثقيلا لكفات حسناتكم، وما يكون سعيا لرضا ربكم عنكم. إنما تقدمونه لأنفسكم هو الذي يبقى بعدكم. كثير من الذين عاشوا على هذه الأرض قبلكم تركوا مساكنهم وسكنها من سواهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. والذين سبقوا وانتقلوا من هذه الدار كثير منهم قد نسي، فلم يبق له أثر، كماء غرفت منه غرفة فلم يبق فيه أثر العملية الجراحية، وإنما التأم الماء دون ما غرف منه، كما قال العلامة محمد فال بن بابا بن أحمد بيبة رحمة الله على الجميع في رثاء الشيخ بابا بن الشيخ سدية رحمة الله على الجميع: تقلبت الدنيا كأن ليس حادث، وما اختل من صرف الزمان نظام. كأنه ماء غرفت منه غرفة، فالتأم الماء دون ما غرف منه ولم يبق له أثر. هكذا شأن هذه الحياة الدنيا وشأن أهلها، وكل إنسان منا هو تلك الغرفة التي تغرف من الماء، ولا يبقى لها أثر، ولا يبقى مكان العملية الجراحية ولا شعور بها أصلا، ينساه الأقربون والأبعدون. فقدموا لأنفسكم خيرا رحمكم الله تعالى، واجتهدوا في أن تكونوا من أهل الله ومن الذين يقيم الله بهم الحجة على عباده، فهم الذين لا يندمون عند العرض على الله، ولا يندمون عند الانتقال من هذه الحياة إذا جاء ملك الموت، وجاء معه أولئك الملائكة الذين كأن وجوههم الشموس، ويجلسون مد البصر يمدون أيديهم: أخرجوا أنفسكم. فمن كان من أهل الله ومن أهل الخير وقدم لنفسه خيرا لا يندم في ذلك الوقت، ولا يأسف على شيء تركه وراء ظهره. ومن لم يكن من أهل الله وكان من الغافلين في هذه الحياة فإنه سيندم غاية الندم في ذلك الوقت، ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وقال: فإن صلاتكم معروضة علي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن للمجاهدين في سبيلك وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وسدد رأيهم وسدد رميهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا أجمعين لما يرضيك عنا، واجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك التئام القول والعمل. اللهم اجعل أفعالنا تصدق أقوالنا، واجعل أقوالنا توافق أفعالنا يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، وأنزل عليهم روحا منك وسلاما منا. اللهم اجعل القرآن أنيسهم وجليسهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم روحا منك وسلاما منا. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.